ذكريات رمضان زمان وفرحة رمضان، أول ما رمضان يبدأ يهل علينا ويقرب. أول حاجة بفتكرها فرحتنا بالفانوس زمان، كانت أكتر حاجة بتفرحنا. أنا فاكرة أول فانوس مسكته في إيدي كنت حاسة إني ماسكة الدنيا كلها في إيدي. كنا بنلف بيه في الشوارع ونغني ونضحك مع أصحابنا وأهالينا يتفرجوا علينا من الشبابيك. كانت فعلا فرحة غير فرحة دلوقتي، ما كانش مجرد لعبة، كان رمز لرمضان وللفرحة وللعب وكل حاجة. ولحد دلوقتي كل ما أشوف فانوس منور بيرجعني لأيام جميلة ما تتعوضش. كل يوم هنتكلم عن ذكرى من ذكريات رمضان الجميلة اللي بتفرحنا وتخلينا مستنيين رمضان. رمضان على الأبواب ما تنسوش. وكمان من الحاجات اللي كانت بتفرحنا ونحس إن ريحة رمضان قربت الزينة في الشوارع. كنا نيجي قبل رمضان بكام يوم أو بأسبوع أو ب15 يوم، كنا نبدأ نعمل الزينة اللي هي معمولة من الورق ومن حاجات بسيطة خالص. كان الشارع كله بيشترك فيها، كل الأطفال يطلعوا ويبدأوا يعملوا في الزينة ونزين الشارع ونخليه مستعد لاستقبال رمضان. كانت أحلى أيام عمري ما هنساها. كل ما رمضان يقرب نفتكر كل الحاجات الجميلة زمان. كل يوم كل يوم هنتكلم عن ذكريات حلوة رمضان. كل سنة وانتم طيبين.